السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهاردة حلقة جديدة وبنكمل فيها كلامنا عن الأخطاء اللي بتحصل واحنا بنتعامل مع الأدوية. طبعا الأخطاء اللي بتحصل واحنا بنتعامل مع الأدوية نتائجها مش هتكون أحسن حاجة. خلينا نتكلم عن الفيتامينات، الأخطاء اللي ممكن تحصل مع الفيتامينات، لأن دي أكتر حاجة ممكن يحصل معاها أخطاء. ناس كتير بتاخد الفيتامينات وهي مش محتاجاها أصلا، مجرد ان هو بيشوف ناس بتاخدها، مجرد ان هو هيحس ان هو يبقى احسن لما بياخد الفيتامينات. طيب ايه اللي ممكن يحصل او المشكلة اللي ممكن تحصل لك لو انت بتاخد فيتامينات وانت مش محتاج لها؟ طبعا الفيتامينات انواع، منها الفيتامينات اللي بتدوب في المية والفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، ودي مش قصة او عنوان الفيديو او موضوع الفيديو. موضوع الفيديو هو هيحصل ايه لو انا خدت فيتامينات وانا مش محتاج لها. اللي هيحصل لو انت اخدت فيتامينات وانت مش محتاج لها ان ده ممكن يعمل لك مشكلة في الكبد او في الكلى. ده غير طبعا ان زيادة يعني مثلا فيتامينات او معادن او عناصر في جسمك زيادة عن الطبيعي ممكن تعمل لك مشكلة. مثلا زيادة فيتامين د عن الطبيعي ده بيرسب الكالسيوم في المفاصل، هيعمل لك مشكلة، وفي العظم في العظم وهيعمل لك مشكلة. يبقى الفيتامينات مش موضة، مش عشان انت شايف ناس كتير بتاخد فيتامينات فتروح تاخد فيتامينات، مش عشان واحد خدها وبقى كويس فانت تاخدها، مش علشان بتحس بعدها بإحساس نفسي إن أنت بقيت أقوى وأحسن فتقوم تاخد فيتامينات. الفيتامينات علشان تاخدها لازم أولا تروح تعمل تحليل وتشوف أنت محتاج إيه وأي نوع من الفيتامينات اللي أنت عندك مشكلة فيه. طب لو في مشاكل بقى تانية، مثلا بعض الحالات اللي بتستدعي إنك تاخد فيتامينات أيا كان سنك، لو أنت ست حامل، لو أنت راجل أو ست عندك أنيميا أو عندك ضعف عام او عندك نقص في المعادن او في العناصر او الفيتامينات اللي انت اتأكدت ان انت عندك نقص فيها، لو انت اكلك مش مظبوط بشكل كويس او مش متوازن لفترة طويلة، لو انت كبير في السن او عندك مشاكل. هنا بقى نقدر نقول هتاخد فيتامينات ايه، وعلى اساس الفيتامينات اللي ناقصة عندك الدكتور يحدد لك نوع الفيتامينات اللي انت محتاج لها. يبقى الفيتامينات مش في معظم الاوقات بتكون مفيدة او بتكون هي الحل. الفيتامينات احيانا ممكن تكون هي اصل المشكلة. النهاردة مش هنتكلم عن حاجة تانية، كفاية ان احنا هنتكلم عن الفيتامينات لان هي منتشر استخدامها على حاليا بطريقة كبيرة جدا وعلى نطاق واسع جدا، فكان لازم نتكلم عنها ونقول ان مش كل مرة يبقى زيادة الخير خيرين، ومش كل مرة تبقى الفيتامينات مفيدة وهي تبقى الحل. اتمنى تكون الحلقة مفيدة، حلقة سريعة وخفيفة وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. يا ريت لايك للفيديو، متنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.